عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أعرف هي بنتي ما جاتليش ليه النهاردة؟ أنا عايزة أروح لها أنا عشان أنا عايزة أعرف هي مش عايزة تعرف أي معلومة ولا في حاجة ناقصاها ولا أي حاجة. أنا كنت عايزة أحكي لها النهاردة عن حكاية قابلتني في حياتي برضو. أنا هقوم أروح لها، يلا بينا. السلام عليكم يا حبيبتي، ما جيتليش ليه؟ معلش يا تيتا، إن شاء الله كنت هجيلك برضو بس متأخر شوية. طب يا ستي أديني أنا اللي جيتلك. طب يا تيتا عندك حكاية النهاردة؟ أيوة حبيبتي عندي حكاية. أنا حكيت لك قبل كده حكاية عن الرضا، وهحكي لك النهاردة برضو حكاية عن الرضا، لأن الرضا ده من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. أسباب السعادة في الدنيا لأنك بتحس إنك راضي عن حياتك فبتبقى مبسوط، وفي الآخرة لأن اللي بيرضى عن اللي قسمهوله ربنا فربنا إن شاء الله هيجعل جزاؤه الجنة. فقصة النهاردة كانت عن واحد كان متجوز واحدة كانت جميلة جدا، هي كانت جارتنا وكنت أعرفها، وبعدين كان كل ما بيمشي معاها كانت الناس بتبص لها لأن جمالها كان ملفت شوية، وبعدين بقى يتضايق منها ويضربها ويخانقها ويتنرفز منها. فطبعا هي تعبت، عاشت معاه فترة طويلة حوالي 5 سنين 6 سنين حاجة زي كده يعني. ربنا رزقهم بولد في الفترة دي، وبرضه هو نفس الطبع. كل ده كان عشان بيغير عليها. معنى الغيرة ان في حب، بس مش معنى الحب ان يكون معاها اهانة. اللي بيحب حد بيحب يبقى بيحترمه ويحب ان هو يبقى سعيد، ما يحبش ان هو دمعة من عينيه تنزل ولا يسبب له اي ضيق ابدا. فطبعا حبة انفصلوا عن بعض. فراح يعمل ايه بقى؟ راح يتجوز واحدة سمرة خالص، زاري طبعا لكل السمر، انا بحب الناس السمر جدا، بس يعني اقصد اقولك ان هو عمل خلاف زوجته الاولى. ديكي كانت ممشوقة القوام بيضة شوية كده يعني، اتجوز واحدة سمرة وتخينة، قالك عشان محدش يبص عليها وعيش سعيد بقى وريح بالي. المهم راح اتجوز واحدة فعلا بالشكل ده، وبعدين خلف منها أول سنة وتاني سنة وتالت سنة، وخلف منها 3 أولاد على 3 سنين. هي كانت بتخلف كل سنة، بس ده برغبتها هي. هو كان عاوز يبقى الدنيا في مسافات ما بين الأولاد وبعضها، لكن هي كانت بتعمل كده ليه بقى؟ لأن في غرض في نفسها هي. إيه هو الغرض ده؟ الست دي ما كانتش مظبوطة خالص يعني. شوفي بقى، الجميلة الحلوة كانت محافظة على بيته وعلى حياته وعليها وعلى نفسها وحاجات كتير، أما الست دي فكانت بتخونه وهو ما يعرفش. كانت بتخونه مع مين بقى؟ مع البقال اللي تحت العمارة بتاعتهم. فطبعا هو ما يعرفش، حبة لغاية ما الجيران قالوا له، وبعد ما قالوا له المهم هو حاول ان هو يقول لها ان هو رايح الشغل يعني، او ان هو مسافر او هيخرج يعني. وبعدين راح استنى حوالي 2 ساعة، والعيال ساعتها كانت في الحضانة. استنى حوالي 2 ساعة وراح رايح البيت، فلقى البقال موقف ابنه، فعرف ان هو ممكن يكون عندهم مع زوجته ديت. فطلع راح عمل حدف البقال من فوق، وهي راح واخدها على الاسم وقال انا حدفته من فوق، وخدها على الاسم وحكى حكايته للضابط. هو طبعا يعني خد حكم مخفف لان طبعا الحالة كانت فيها تلبس شوية، بس مش الحكاية حكاية كده. الحكاية حكاية انك انت ربنا اداك نعمة، ليه ما حافظتش عليها؟ لو انت كان هو طبيعته ان بيحب مراته تلبس لبس ملفت، فهي ليه حلوة وتلبسها لبس ملفت؟ لبسها لبس محتشم وتغطي شعرها وتبقى كويسة وكلام من ده كله، تبعد عن لفت النظر وتعيش حياتك مع زوجتك وتقول لها الكلمة الحلوة عشان تعيش حياة حلوة. اديك انت لما خالفت القواعد بتاعت زوجتك الاولانية وجبت واحدة عكسها تماما، سبحان الله، اهي كانت مش كويسة كطباع. فيبقى المفروض الواحد يرضى بالحاجة اللي هو فيها، وفي نفس الوقت يحاول لو في حاجة مضايقاه يعمل عكسها. يعني بلاش بنطلون ضيق، بلاش بلوزة ضيقة، الحاجة تبقى فضفاضة وواسعة زي ما ربنا قال لنا، علشان نحافظ على الست لانها جوهرة. فطبعا يا حبيبتي اللي مرضاش بالحاجة الحلوة الاولانية غصب عنه رضي بالتانية. وطبعا دلوقتي الأولاد بيتربوا مع مين؟ بيتربوا مع الأم دي اللي هي طباعها مش حلوة، لأن هي طبعا ما اتحبستش. المحامي بتاعها كان شاطر وطلعها براءة وما اتحبستش عشان تربي الأولاد، لكن هو اللي اتحبس لأنه حدف الراجل. حبس مخفف لأن برضو الراجل كسر ما ماتش يعني، ولكن هي دي نهاية اللي ما بيرضاش بالحياة بتاعته. لو رضي بالحياة بتاعته واتبع تعليم ربنا سبحانه وتعالى كانت بقت حياته أحسن، وكان بقى عايش هو أحسن. لكن هنقول عمل الشيطان، ربنا يكفينا شر. سلام يا حبيبتي.